البارح مع 10 الصباح في المغرب مدينة الدار البيضاء المغربية قرار اعتقال 24 شخص رئاسيين كبار في الدولة المغربية، منهم رئيس الوداد المغربي النادي العريق المغربي. هاد الناس هادو متورطين في قضية تهريب مخدرات، تزوير اموال وبزاف ديال الاشياء الممنوعة، كاع التهم اللي متوجهة لهم وكاع هاد الاشياء اللي واقعة عليهم. شكون هاد لوماليان ولا هاد الشخص هذا اللي كيلقبوه بابلو اسكوبار افريقيا؟ شنو العلاقة ديالو بالمغرب وشنو واقع ديال بصح في المغرب؟ كنتي غادي تفهموا في هاد لا فيديو. تضرب معاك ديك ابوني ودوز نتفرجوا في الفيديو. اول شخص واكبر شخص في هاد القضية هادي هو لوماليان، ولا الشخص اللي داير عليه هاد القصه كامله وداير عليه هاد القضيه هادي كامله. بابلو اسكوبار ديال افريقيا، خونا مرونه ديال بصح في التجاره في المخدرات والممنوعات وكاع داكشي اللي كيخطر لك على بالك، فراه كيديروا لوماليان. كيفاش بدا لوماليان؟ واش لوماليان بدا اصلا عنده الفلوس ولا بدا فقير مكحط من الاخر عاد قدر يوصل لهاد الشيء هذا؟ لوماليان كان كيخدم مع السياح اللي كيجيو يستكشفوا الصحراء في افريقيا. لوماليان كانوا عنده الجمال هو والاب ديالو ديما كيدوروا تما على الكوار وكيدبرهم ياكلوا من هاد الكوار هادو اللي كيجيو يديروا السياحه ديالهم في افريقيا. واحد النهار واحد جوج كوار عندهم الفلوس ديال بصح، عندهم واحد الطوموبيل دفع رباعي كتسركل تما وغادي تلف. والناس اللي كيعيشوا في الصحراء كيعرفوا بلي الكوار راه ديما كيتلفوا في الصحراء، حيت ملي كتعمق فيها لداخل راه كيولي تبان لك غير الرمله دايره بيك ما كتعرفش منين تخرج. لوماليان غادي ينقذ هاد الناس هادو وغادي يخرجهم من هاد الصحراء هادي، بما انه ولد هاد البلاصه هادي فراه عارف كيفاش يخرج من هاد الصحراء هادي. غادي يخرجهم هاد الناس هادو غادي يبغيو يشكروه بما انهم عندهم الفلوس. غادي يطيو هذيك الطوموبيل اللي دخلوا بها حتى لداخل، غادي يطيو له لوماليان غادي يبيع ديك الطوموبيل هادي، ولكن فلوسها ما غاديش يديهم. غادي يولي يسردهم لهاد السائح الفرنسي. هاد السائح الفرنسي غادي يعرف باللي هاد الدري هذا كريم ديال بصح وما بغاش يشد من عنده داك الفلوس، بما انه كيجي هاد الشيء هذا راه واجب ديالو، بما ان راه ساكن في الصحراء فراه عادي باش انه يعاون الناس. هاد الفرنسي غادي يعجبو هاد لو جيست اللي دار معاه لوماليان وغادي يولي يسرد ليه فلوس وغادي يولي يخدموا معاه. هنا لوماليان غادي يبدا تزار عنده القضيه وغادي يبدا يدخل الفلوس، ولكن لوماليان ديما كان كيشوف غير كبر منه. لوماليان ديما كان باغي يعيش حياه ديال بصح. لوماليان كان باغي ديما يكونوا عنده فلوس، كان باغي يولي بابلو اسكوبار افريقيا وغادي يوصل ليها. وتبعوا معايا القصه كيفاش غادي يدير ليها. بالنسبه للعب ديال لوماليان جاه من انه هو انسان مالي، بما انك كتخرج من الدوله ديالك فراه كيبقاو يعيطوا لك بشي سميه اللي قريبه للدوله ديالك بحال موغوكو ولا ماروكو ولا المهم كما كيقولوا ليه. نكملوا القصه ديالنا. لوماليان بما ان الفلوس ولات كدور عنده، لوماليان ولا مدبر شويه على راسو وكيعرف بزاف ديال الطرعان. والطرعان هادو اللي كيعرفهم لوماليان حتى خدم في الصحراء كيحتاجوهم بزاف ديال تجار المخدرات اللي كيجيو من اوروبا وكيتاجروا في المخدرات داخل افريقيا. كما كنعرفوا باللي المخدرات راه كتزرع في افريقيا ماشي في اوروبا. بما ان لوماليان كانوا عنده هاد المواصفات هادو بزاف ديال تجار المخدرات غادي يبداو يخدموا معاهم. بما ان لوماليان بدا كيدخل الفلوس قال علاش ما نديرش بروجي ديال راسي، انا عارف كلشي وعارف كلشي كيفاش كيتمشى. لوماليان غادي يبدا يخدم راسو وغادي يولي تاجر مخدرات عادي، ولكن لوماليان ديما كان طامع في الزياده ولوماليان ديما كان كيتعمق في الدومين هذا حتى غادي يوصل لواحد الليفل اللي هربان. غادي يولي يهربها في الجو في البحر فين ما بغيتيها كتهرب. المهم كتوصل لوروب كتوصل لوروب. لوماليان كيعرف حاجه وحده، الفلوس والمخدرات. هادشي اللي كيعرف لوماليان. وانتم عارفين واحد باللي كان مكحط ودار الفلوس شنو غادي يبدا يدير؟ غادي يبدا يسهر، غادي يبدا يسافر. اول حاجه غادي يديرها لوماليان وان غادي يبدا يسافر، غادي يبدا يعيش، غادي يبدا يخسر على راسو، غادي يبدا يعاد السنان. لوماليان غادي يولي شخص واحد اخر، غادي يولي واحد الشخص مشهور ديال بصح. لوماليان في سن صغير غادي يقدر يدير فلوس بزاف وغادي يقدر يدير معارف بزاف. وهنا في غادي تجي الفكره باش يدخل من المغرب، بما ان المغرب راه هو البوابه ديال اوروبا. من المغرب كدوز لاسبانيا، ومما بغات تدوز في افريقيا ضروري تدوز على المغرب. لوماليان غادي تولي عنده علاقات كبيره هنا في المغرب، وواحده من هاد العلاقات هادو هو سعد ناصري رئيس الوداد المغربي. قال لك لوماليان باللي عمره رحبت به شي دوله ولا الناس ديال شي دوله بحال اللي رحبوا به في المغرب واختاروا ليه احسن طريق تدوز من السلعه ديال لوماليان. الخدمه ديال لوماليان كانت غادا زوينه، مهرجان اسمه لوماليان كيطرطع الفلوس ديال بصح في المغرب، وغادي يقرر باش انه يبيض الاموال. فاش غادي يبيضهم في استثمارات مغربيه، غادي يبدا يستثمر في المغرب، فيلا هنا، دار هنا، طوموبيل هنا، طياره هنا. المهم خونا مرونه ديال بصح. هنا في غادي تكون بينه واحد العلاقه هو ولطيفه رأفات، فين غادي يعيط ليها واحد النهار باش اول مره غادي يطلع معاها. غادي يقول لها عندنا واحد المهرجان وضروري تحضري ليه، فاذا ما جيتيش لهاد المهرجان فراه غادي تانولا رسميا. هنا لطيفه رأفات غادي تجي وغادي يدفع ليها واحد الكاش، غادي تولي بيناتهم واحد العلاقه فين غادي يتزوجوا. ولكن هاد العلاقه ما غاديش تدوم بزاف، فين غادي تفسخ الدار في 4 شهور. ما غاديش يتفاهموا حيتاش لوماليان بما ان الفلوس دايره وخونا مدوز الفقر راه كان خصو يعيش، خصو يسافر، خصو يتسركل، خصو البنات، خصو بزاف ديال الحوايج نتوما راه عارفين اللي كاينه. لوماليان واحد النهار غادي يطيح، بما ان غادي يطيح في موريتانيا. هنا غادي يشدوه في البلاصه، غادي يدور الفلوس صحابو، دايره القضيه مرونه ديال بصح. خونا غادي تطلع جاي هو المغرب نيشان، غادي تولي تشدو الانتربول اللي كانت كتقلب عليه من شحال هادي. هاد المره هادي ما غاديش تفريها له الفلوس وغادي يدخل يضرب الحبس لمده 4 سنين. وهنا مورا الحبس هذا عاد غادي تبدا القصه الحقيقيه بصح.
غادي نرجعوا لواحد القضيه. لو ماليان باش كان في المغرب كان كيطرطع الفلوس ديال بصح باش يبيض الفلوس والفلوس ترجع له مستقبلا. غادي يقرر باش انه يبدا يسلف هذوك الناس اللي كنتعرف عليهم في المغرب بما انه كريم والفلوس دايره وما كايناش التحاسيب. بدا يسلف في صحابو. لو ماليان ملي كان في الحبس فكر في واحد الحاجه، قال دابا ملي غادي نخرج غادي نشد ديك الفلوس اللي كنت مسلف البنادم، راه كنهضروا على فلوس ديال بصح ملايين الدولارات، غادي نبدا نشد ديك الفلوس وعاوتاني غادي نولي نكور راسي وغادي نولي نرجع عاوتاني للخدمه. غادي يخرج من الفلوس غادي يمشي يسكن في الفيلا ديالو، غادي يلقاها ما بقاتش ديالو. كيفاش البلان هو دخل خلى الفيديو ديالو، الدوله ما حجزت له على والو. شويه كعرف باللي صحابو راه لعبوا له وزوروا له الوراق ديال الدار وداروهم في سميه ديال الناس اخرين ولعبوا له في كلشي. صحابو تما في موريتانيا ما غاديش يعقل عليهم وغادي يقول من بعد وغادي تجيبهم بالدوره. غادي يصوني لصحابو اللي في المغرب غادي يقول لهم واش هاني ندخل المغرب، واش ما عندي حتى مشكل تما في المغرب؟ غادي يقولوا له والله ما عندك شي حاجه ودخل المغرب فوقاش ما بغيتي وما كايناش اللي يدوي معاه. خونا غادي يشد طياره من موريتانيا للمغرب، ما غادي ينزل ما غادي يلقى البوليس كتسناوه، غادي يشدوه. خونا غادي يتصدم بما ان راه ما كانش كيخلي الدلائل هنا في المغرب. من الاخر كلشي كان ممسوح، الطريق كانت مطراس يا خونا مريقل اموره. في الاخر غادي يدخل الحبس، غادي يقولوا ويلي انت شنو هادشي؟ غادي يقولوا له باللي راه شدينا واحد 4 الشاحنات ديالك من نوع ايفيكو، بما انه هو اللي عنده الشركه ايفيكو هنا في المغرب. غادي يقول ويلي انا راه ما استعملت حتى شي سياره وانا هاد المده هادي كنت في الحبس، انت شكون اللي دار هادشي هذا بسميتي؟ وهنا غادي يطيح ليه في بالو واحد صاحبو كان باع له واحد 4 ديال الطوموبيلات من نوع ايفيكو، لكن هذاك صاحبو ما بدلهمش السميه وخلاهم بالسميه ديال لو ماليان. هنا غادي توقع المشكله الكبيره لتخونا هذا، فين غادي يوقع انهيار عظمه بابلو اسكوبار افريقيا. وماليان عرف شنو قالوا، عرف باللي صحابو راه غدروه وصحابو اللي كانوا كيقولوا له دخل المغرب راه ما كاين والو، بالعكس هما بغاو يصيدوه، عارفين باللي خونا نهار غادي يدخل المغرب غادي يشدوا البوليس. وماليان شاف راسو طاح وقال صافي ملي طحت راه الرجال اللي خدامين معايا في الدوله المغربيه حتى هما راه غادي يمشيو فيها. هنا لو ماليان بدا يشرك كلشي وبدا يهضر على كلشي، الماناجر ديال لو ماليان بدا كيخرج في فيديوهات وكيفرش كلشي وكيقول هذا خدام معايا وهذا خدام معايا وهذا خدام معايا وهذا خدام معايا. حنا كنعرفوا في المغرب راه عندنا هادشي هذا ما كيزهقش، دار الدن كيتعاقب في المغرب. البوليس ديال المغرب غادي يشدوا خوتنا اللي كانوا خدامين مع لو ماليان، منهم سعد النصيري الرئيس ديال الوداد المغربي، وغادي تشدوا هاد الرجال الكبار. الشخص الوحيد اللي بالنسبه ليا كنشكروا على هاد الشيء هذا كامل هو اشرف بن المده اللي وضح القضيه للمغاربه من الاخر قبل 3 شهور دابا، وهاد اليومين هادي كنشوفوا باللي الناس تعتعلوا. هاد الكلمات اللي قالها لو ماليان والماناجر ديالو، حنا راه ما عندنا حتى شي حاجه وما زدنا حتى شي حاجه من راسنا. وكنزيد نوجه التحيه لخويا اشرف بن المدن، وكنتمنى اذا كنتي كتبع هاد القناه هادي دير معاك ديك اللايك، فراه غادي تعاوننا باش الفيديو هذا يطلع. حتى اذا كنتي ما كتبعش هاد القناه هادي فراه اذا درتي معاك ديك ابوني غادي تعاوني ديال بصح. واذا عجبك الشرح ديالي فراه تقدر تضرب معاك ديك ابوني باش تبقى تفرج فيا ديما وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. تهلا.